سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في القناه. اليوم غنشارك معكم هاد الكلاص بواحد الطريقه سهله وبسيطه بحجم عائلي، والشكل ديالو كيجي راقي وكيجي البنات لذيذ بربعه ديال النكهات. سهل وبسيط، تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. نبداو على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. المول هنا عندي فيه 22 سنتيم، غلفته بالبلاستيك اولا بالبلاستيك اللي كنخدموا به في الكوزينه. حطيته هنايا على هذيك البورد بحال هكا، ودابا غادي نبداو في المقادير. بسم الله. هنا عندي البنات نصف لتر ديال الحليب. بالنسبه للحليب ضروري يكون بارد 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 مزيان مزيان، خصو يكون بارد بزاف، وحتى الا كان فيه طروفه ديال الثلج ماشي مشكل، المهم يكون بارد بزاف. غادي نضيف عليها البنات هنا شونتيي غبره، هذه راه فيها تقريبا واقيلا واحد 100 غرام. غادي نضيف وحده ونص، وتقدروا تضيفوا غير وحده مع نصف لتر من الحليب، وما تخافوش منه، غادي يجي عاقد وغادي يجي جامع، غادي يجي مجموعه نتوما غادي تشوفوا. المهم هنا كان عندي واحد نصيص حتى هو ديال الفاني، حتى هو ضفته معاه باش غادي نزيد النكهه. درت وحده ونصف فنصف لتر من الحليب. هي نورمالمون ملي كتبغي ديرها في شي كيكه ولا شي حاجه كديروا ربعه ديال الحليب مع ساشيه ديال فيها 100 غرام اولا 80 غرام جو كخوا. المهم غادي نطربوا مزيان مزيان البنات بحال هكا حتى غادي يولي عندي عاقد، ما غاديش يولي واقفه ولا تولي كريمه واقفه بحال اللي كنديروا بها الكيك اولا الحلويات، لا غادي تولي غير بحال هكا صافي مزيان، باش ملي نبداو نمونطيو فيه في المول ما يجيوناش فيه بزاف ديال الفقاعات. هنا غادي نضيف نصف علبه ديال الحليب المكثف المحلى اولا نيسلي كيف ما كنقولوا. اللي ما متوفرش عندها ماشي مشكل، غتضيف جوج ديال بيرلي وتضيف معاه نص كاس حتى الكاس ديال سكر كلاصي، وتعاودوا طحنوا بحال هكا. نيسلي البنات كيعطي مذاق، كيعطي قوام للكلاص، وحتى البنه ديالو كتكون زوينه. يعني تعوضوه بجوج ديال دانونات بيرلي ومع من نصف كاس حتى الكاس ديال السكر كلاصي. المهم البنات هنا طربته، ودابا قسمتهم على 4 باش غادي نخرج منهم النكهات. المهم غادي نعطيكم النكهات اللي خدمت بهم انا، ونعطيكم باش غادي تعوضوهم بحال نيسلي تماما. كيف ما قلت لكم تقدروا تعوضوه ببيرلي. هنا البنات غادي ندير في الاولى غادي ندير فيها معلقه كبيره ديال الكراميل. بالنسبه للكراميل مصوبه منزلي اللي تقدروا تعوضوه بحك ديال دانيت ديال الكراميل. ودرت معلقه واحده اخرى ديال الشوكولات اللي تقدروا تعوضوها حتى هي بدانيت ديال الشوكولات، اولا الا كان عندكم شوكولات سائل. المهم تذوبوه وديروه اللي متوفر عندكم. وهذا غندير فيه البنات البسكوي بطبيعه الحال، اي نوع متوفر عندكم ديال البسكوي. خديت غير علبه واحده ديال الاوريو وضفت معاه البنات هذا ديال كيدير درهم، هذوك لي سيجار اللي كيكونوا جوج طوال كيدير درهم تقريبا. صافي كيف ما غتشوفوا، وغنبدا نحرك فيهم. كيف ما قلت لكم هذا اللي نكهته بالنكهه ديال الكراميل، تقدروا تعوضوه بدانيت كراميل اولا دانيت اللي كاين واقيلا واحد بحال الفلون حتى هو تقدروا ديروه، ولكن ديال الكراميل غيعطيكم بنه احسن. وهذا البنات اللي درت فيه انا الشوكولات، هذا راه شوكولات ديال الدهن، يعني نوتيلا ولا ليكا كريم اللي عندكم ماشي مشكل. المهم غير يكون سائل، ولا تقدروا حتى تذوبوه وتضيفوه وتخليوه حتى يبرد شويه وتضيفوه للكريمه. ولا ما متوفرش عندكم غديروا دانيت شوكولا من واحد حتى لجوج، المهم نتوما على حسب القدره ديالكم. والبسكوي هو هذا كيف ما كتشوفوا، حركناهم بثلاثه. وهذاك البنات غنخلي فيه البنه ديال نيسلي، لان غير البنه ديال نيسلي بوحدها يعني طعم اخر. وسمحوا لي اللي كنت كنزرب لانني مزربه الفيديو، خصني نشرح لكم مزيان. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نحط اول طبقه، غادي ندير الطبقه ديال الشكلاط. نتوما تستفوهم كيف ما بغيتوا. ونسيت واحد الحاجه، تقدروا ديروهم في سبيرات منفردين وديروهم تقدموهم على شكل دي بول ديال الكلاص اللي بغيتوا، يعني في الكؤوس اولا بحال هكا بالحجم العائلي. انا كنفضل بحال هكا كيجي زوين. صافي كيف ما كتشوفوا مباشره، يعني ما غنديروا لا يبرد لا والو، غنحط الكريمه مباشره مع بعضياتها. القوام ديالها راه من بعد راه كيولي بحال هكا، ما كتجيش واقفه وماشي سائله بزاف، يعني شويه كتجي عاقده واحد شويه. كما كتشوفوا غادي نقاد الطبقه الثانيه اللي درتها ديال الكراميل، قادو بحال هكا مزيان. وغادي ندير دابا الطبقه الثالثه اللي هي ديال هذا ديال اللي خليتها بيضه ديال نيسلي. واخر طبقه البنات حتى هي غادي نقادها، راه ما تخافوش منها، راه كيجيو طبقات مفرقين. انتم غادي تشوفوا معايا، غير تبعوا معايا الفيديو. نقادوها بحال هكا بالمعلقه. وراه كيف ما قلت لكم البنات المول راه بالحجم 22 سنتيم تقريبا ولا اكثر، يعني راه حسبتو جاني اكثر من 22 سنتيم، راه كبير ماشي صغير تبارك الله. غادي يدير لكم حجم عائلي غير بنصف لتر ديال الحليب. وكيف ما قلت لكم اي حاجه ممكن تعوضوها. ولا بانت لكم اولا ديال اوريو، من طبيعه الحال البنه ديال اوريو كتكون زوينه، ولكن لما كانش عندكم راه كاين حتى هذاك كيتباع بدرهم سميتو ايو. ولا هذاك اللي درت انا السيجار جا البنه ديالو فن، عجبني بزاف بزاف الصراحه.
غير ضيفوه الا لقيتوه البنات حتى هو ضيفوه وديروه في الطبقه الاخيره ولا الوسط، المهم اللي يعجبكم الترتيب نتوما اللي كتحكموا فيه. وهذا هو الشكل ديالو. غادي نغطيه البنات بالبلاستيك وغادي نديرو في الثلاجه يبات ليله كامله ضروري. اقل حاجه هي 10 سوايع اولا 8 ديال السوايع. المهم هنا وجدت فاش غادي نحط ديك الكرتونه اللي كنقدموا فيها الحلوى. هنايا ذوبت شويه ديال الكراميل المنزلي وشويه ديال الشكلاط اللي قلت لكم ديال الدهن. ودابا غادي نخرجوا كيف ما كتشوفوا. هو هذا كيكون عاقد ولكن راه دغيا كيتطلق مباشره. غادي نحيدو غادي نديرو في طبق ديال التقديم وغادي نحل هذاك نديمو ليه نحيدو. انتم البنات تقدروا تقلبوه الا بغيتوا الطبقه ديال الشوكولاته تكون هي الفوق قلبوه، المهم لكم الاختيار. راه كيجي الوجه ديالها متساوي على حسب الطريقه ديال التزيين ديالها. وهذا هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا. كتشوفوا الطبقات البنات راهم كيبانوا 4 ديال الطبقات، واخا الطبقه الفوقانيه تشركات مع ديك الطبقه ديال البسكوت، ولكن كيبان الديفيرونس، يعني كيبان الفرق بيناتهم. ودابا غادي نبدا ندير غير خطوط بحال هكا ديال الشكلاط. راه ما محتاجش بزاف ديال التزيين وكيجي بالشكل، يعني الشكل ديالو الصراحه يجي شكل ديالو راقي ولذيذ بزاف بزاف وبحجم عائلي. وحتى الا كانوا عندكم البنات جايين شي ضياف وبغيتوا ديروا شي حاجه يعني لي سبيسيال اولا شي حاجه من غير لي كيك ولا هذا حتى هو كتقدموه التحليه كيجي رائع كيحمق الصراحه. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للناس اللي راه كيعطي البنه زوينه بزاف، الا ما لقيتوهاش او لما كانش متوفر عندكم راه تعوضوه بجوج ديال البيرلي مع نص كاس حتى الكاس ديال السكر كلاصي. وهذا هو الطريقه ديال التزيين. صافي هذا هو الفينال ديالو كيف ما كتشوفوا. شويه ديال الشكلاط من الفوق وشويه ديال الكراميل اللي منزلي. غنخليه لكم في صندوق الوصف. الكراميل البنات كنديروا في الحلويات في لي كيك كيجي واعر. هذا هو الشكل ديالو. كتقدموه مباشره بطبيعه الحال بعد ما تزينوا، لان الشكلاط مباشره مع البروده تيجمد، يعني ما محتاج لا يدخل للثلاجه لا والو. صافي نتوما كتزينوه ملي كتقربوا تقدموه عاد باش كتزينوه. وبالصحه والراحه كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا غادي نقطع لكم واحد الطريف من الوسط باش تشوفوا كيجي زوين بزاف بزاف. المهم هنا راه ما دفيت لا الموس لا والو، راه كيجي كريمي كريمي كلاص كريمي فن غزال غزال كيحمق البنات الصراحه. واخا نبقى نقول لكم خصكم تجربوا باش تعرفوا انه جا زوين بزاف بزاف. وبالنسبه للمكونات راه ماشي شي مكونات اللي غاليه. اغلبيتنا كيكون عندنا الكراميل لان وليداتنا كيبغيو، اغلبيه كيكون عندنا الشوكولاط ديال الدهن تقريبا لان الوليدات ديالنا كيبغيو. الا ما كانش نعوضوهم دائما بدانيت كراميل ودانيت شوكولا او اي نكهه متوفره عندكم نتوما في الدار. تقدروا ديروا حتى 2 معالق بالنسبه للكاكاو حتى هو هذاك الحلو اللي كنديروا للوليدات مع الحليب. وشوفوا البنات هذا هو الشكل ديالو من الداخل كيحمق الصراحه لذيذ 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 بواحد الدرجه ما كتخيلش. غنبقى نقول لكم لذيذ حتى تجربوه زوين بزاف بزاف. كنتمنى تجربوه هنا الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال ما تنساونيش من الدعم ديالكم. بغيت نشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم والتعاليق ديالكم. ما تخيلوش شحال كيفرحوني ملي كنلقى شي تعليق يعني اللي كيحفزني ولا اللي كاينين شي ناس كيدعيو معايا، كاينين شي ناس كيقولوا لي جا زوين بزاف بزاف ديال الناس كيقولوا تعاليق لي زوينه الصراحه كيفرحوني. شكرا 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 لكم بزاف بزاف. بلا الدعم ديالكم من طبيعه الحال ما عندنا فين غنزيدوا، ما غاديش نزيدوا لقدام. ودائما شجعوني باللايكات ديالكم وبارطاجيو مع الاهل والاحباب اللي تعم الفائده. ومن طبيعه الحال باش الوصفه تشاف وشوفوها بزاف ديال العدد ديال الناس. وديروا لي لايك ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه تابوناو عندي وفعلوا الجرس بالكم.